شاكر وعدنان حمد يرحبان بكم من ملعب رعاية الشباب بجدة مع هذا اللقاء المنتظر، لقاء القوة، على اعتبار أن في الاتحاد قوة وفي التحدي قوة، ومباراة قد تقبل هذه المرة القسمة على اثنين، على اعتبار أن فريق الاتحاد السعودي يلعب بفرصتي التعادل والفوز. فريق التحدي الليبي في هذا اللقاء مطالب بالفوز إذا ما أراد اللحاق بالركب والانتقال إلى الدور الثاني. صفر حكم المباراة الدولي العربي المصري جمال الغندور معلن بداية زمن الشوط الاول من هذا اللقاء. طبعا بالنسبة لتشكيلة الفريقين، فريق الاتحاد السعودي اللي يلعب على الميمنة في حراسة المرمى حسن خليفة، في خط الظهر محمد القليوي 4 كاليبرو، ومساكين طبعا احمد جميل 5 و7 علي القرني، وفي الوسط خالد الشمراني رقم 10 وروب وجكا رقم 8 و16 خميس الزهراني اللي يلعب على مقدمة القوس، وظهيرين احمد خريج 3 19 محمد دغريري، وفي الهجوم احمد بهجة وحمزة ادريس. كرة ملعوبة من ناحية اليمين بتعد، وايضا روب وجكا الهولندي اللي يفضل المساحات الكبيرة طبعا للانطلاق. هذه كرة ملعوبة وبتتشتت، كانت خطرة على مرمى فريق الاتحاد السعودي في الدقيقة 7 من زمن الشوط الاول من المباراة. وشوف لما لعبت من ناحية اليسار عن طريق الامين التورقي ولعبها، وكان في دخول من احمد مرسال اللي حاول يسدد كرة، انما بتنشال بشكل حلو ايضا من المدافع الى خارج الملعب، ضربة ركنية لصالح فريق التحدي الليبي. شوف لي هذا كرة انعملت بشكل حلو بالعرض، ولكن ايضا التغطية والتخليص اول باول كان جيد، على اعتبار ان الكرة هذه ما تحتمل عملية الهدوء وتسكين الكرة ومحاولة النظر للزميل، لانها في مكان خطر بالفعل، وكرة بتعدي الى خارج الملعب. ضربة ركنية توصل قريبة الى نصر العدولي، محاولة تسديد حول المرمى وبيتخلص، انما ايضا كرة بيخلصها روبرت وشكا بشكل حلو وبيوصلها ناحية اليمين على طول فريق الاتحاد السعودي، منقولها وحمزة هيئ، انما في توقيت سليم ايضا من احمد العماري حارس مرمى فريق التحدي الليبي. روب بيلعبها في مساحة فاضية، مساحة فاضية، نص ملعب فاضية من ناحية اليمين وطالع من هنشوف المرة دي بقى، اعتقد احمد بهجة اللي هيشوف. احمد بهجة معمول له حيطة وتتشط بعيد، وضع جول احمد بهجة، خطيفة قوية، نجم كبير ملوش حل. احمد بهجة مفيش كلام، نجم كبير والكبير كبير. احمد بهجة مش ممكن شويت بدرجة جيد جدا، مسدد خطيفة قوية بتاخد ايد الحارس احمد العماري وتخش جوه المرمى مسافة بعيدة، وكأنه بيقول للروب يعني يا روب ما تشوفش تاني، انا اللي هشوط بعد كده. ويتقدم نادي الاتحاد السعودي بهدف للنجم والهداف الكبير احمد بهجة. انا لسه بقول هل هيركزوا في مهارة الشوط، هل هيركزوا في التسديد من خارج منطقة الجزاء؟ فعلا شويت كبير. 1 الاتحاد 0 التحدي الليبي، وفات 14 دقيقة من بداية الشوط الاول. عبد الناصر القماطي بيعدي، خلصها لنفسه، عايزينها بواحدة طولية، وكان اللعبة حلوة واللمسة الواحدة من احمد المصري، انما في تغطية وتتردي تاني على طول طويلة ناحية حمزة ادريس، راح لها الحارس احمد العماري، انما الحقيقة الكرة كانت اقوى واسرع. ناحية اليمين بشكل حلو، ومحاولة اللعب على الارض، كرة مقطوعة وبهجة بيشوط جول، خلصها بهجة في الدقيقة 26 من زمن الشوط الاول من المباراة. يفوز جماهير الاتحاد، يفوز رئاسي، وبيهني الجمهور على الهدف الثاني لبهجة اللي حقيقة بالفعل يعتبر لاعب مؤثر جدا في فريق الاتحاد السعودي، وبيشعل حواس
اهداف في هذه البطولة. لاعب قناص، لاعب هداف، لاعب ذو تسديدات قوية مركزة تعرف طريقها الى المرمى. على طول بيلقى الكرة الى جبرتي من ناحية اليسار وهجمة اتحادية على طول. جبرتي بيحاول يمرر الى بهجة اللعب ومحاولات من دغريري. الزهراني يحاول على البينية، كرة مقطوعة وفي تغطية انما ايضا كرة بتعدي وتمر وفي صفارة ايضا من حكم المباراة جمال الغندور. احمد بل كرة القدم الليبية، كرة مقطوعة على طول محاولة من ناحية اليمين في اللعب وكرة جول جول جول. المباراة والاتحاد والتحدي، المباراة بين بهجة وادريس، بين بهجة وادريس، بين بهجة وادريس، ولعبة حلوة لعبة حلوة تفاهم عليها جبرتي من ناحية اليمين، لعبها عدت الى حمزة ادريس على طول اللي بيحط راسه فيها بشكل حلو. شوف دغريري لما عملها عدت وادريس على طول بيحطها في زاوية غير متوقعة. الهدف الثالث في هذا اللقاء عن طريق حمزة ادريس للاتحاد، والهدف الثالث ايضا لحمزة ادريس في هذه البطولة. يتساوى في هذه المباراة مع زميله ايضا احمد بهجة، ولكل منهما 3 اهداف، 3 لبهجة، 3 لادريس، و3 للاتحاد السعودي في مرمى التحدي الليبي في هذا اللقاء. 3 الاتحاد السعودي، 0 التحدي الليبي. ونجح النجم الكبير ايضا حمزة ادريس والهداف في انه يجيب الهدف الثالث. انما وقت وثاني اللمسه الواحده من ناحيه الشمال بتقدم احمد خريش، ماشي احمد خريش بتقدم عدى وخطر وكره عرضيه اوبا في الزاويه الضيقه، انما بيمسكها احمد العماد. الكرات العرضيه بينفذوها كويس فريق الاتحاد السعودي، وبدات في سيطره دلوقتي من الاتحاد السعودي زي ما ذكر من شويه الزميل عدنان حمد. 3-0 النتيجه للاتحاد السعودي، و3 اهداف لاحمد بهجة و3 اهداف لحمزه ادريس. هما بيتنافسوا دلوقتي على لقب الهداف. اللمسه الواحده من احمد بهجة بيلعبها الجبارتي، وتمريره طويله من جبارتي ظهيري الجنب المتقدمين صح اللي هو الدغريري واحمد خريش عشان بيحلوا المشاكل اللي هي بالنسبه للكره. كره طويله الجول الرابع للاتحاد السعودي، الجول الرابع والنجم الجديد جبارتي علي جبارتي. ما كانش بيلعب الماتش اللي فات، انما بيلعب المباراه دي ومتألق جبارتي علي جبارتي، وبيسجل على طول ويسجل الهدف الرابع للاتحاد السعودي. كرة بتغير اتجاهها انما تيجي عاليه من جول حارس احمد العماري. ثالث خطا من حارس احمد العماري، اخطا في الهدف الاول وفي الهدف الثاني، واخطا ايضا في الهدف الرابع. 3 اخطاء لان الحمد لله ركز هو اهي هنا رايح ينسخها برضه لازم يكون من هنا اخذ نفسه خطا وطلع بالدكس، انما هجوم ضاغط وسيطره كامله من فريق الاتحاد السعودي وتقدم وتفوق ب4 اهداف. 2 لبهجة، 1 لادريس، 1 لجبارتي علي جبل. اذا 4 اهداف نظيفة لفريق الاتحاد السعودي، والدقيقة 40 و5 دقائق على نهاية الوقت الاصلي من عمر الشوط الاول من المباراة، وتقدم كبير في النتيجة. طبعا يشترك في هذه النتيجة الثقيلة احمد العماري بتقريبا خطأين قاتلين. خطأ 44 دقيقة الان الشوط الاول، كرة مقطوعة ومرتدة، حمزة ادريس يفوت وبهجة على طول الجول. عدت من بهجة على طول بعد ما عملها حمزة ادريس وحطها بهجة، قال بهجة جول وفوت عليه ايضا بعدد الاهداف، ولكن بهجة بيسدد كرة بتمر بمحاذاة القائم الايمن الى خارج ملعب المباراة، ركلة مرمى. اليوغوسلافي الاصل البلجيكي الجنسية ديمتري، كرة منقولة وبهجة بيحاول توصل قريب الخلوي وارتيا حمزة ادريس، حاول
اشرف الفيتوري على ما يبدو. بالفعل اشرف الفيتوري رقم 12 اللي حاول يبعد كرة وبيحطها في الزاوية البعيدة لمرمى احمد العماري. الهدف الخامس لصالح فريق الاتحاد السعودي في الدقيقة 9 من زمن الشوط الثاني من المباراة. جمهور الاتحاد السعودي يضربنا حقيقة بشيلاته الفريدة والمميزة وبحماسه اللي لم يهدأ منذ بداية هذه المباراة وحتى هذه اللحظة. فأيضا تهنئة وتحية لجماهير الاتحاد السعودي في هذا اللقاء. كرة اللعب حمزة إدريس ومحاولة تنفيذ جول. الهدف الثالث على طول لفريق الاتحاد السعودي عن طريق حمزة إدريس. تهيأ الكرة على خط 18 ياردة وتسديدة قوية من خلف خط 18 وكرة بتسكن في الزاوية اليسرى معلنة عن الهدف السادس لصالح فريق الاتحاد السعودي في الدقيقة 28 من زمن الشوط الثاني من المباراة. وحمزة إدريس الآن يرتفع رصيده إلى 4 أهداف يتصدر بهم لقب هداف عربي 14. شوف حمزة لما وعلى طول بيسدد مخرج الظاهر مهيرد حمزة يسدد وقف صورة ولكن حمزة سدد بكل قوة ايضا خارج خط 18 كرة على طول على يسار حارس مرمى التحدي احمد العماري. الهدف السادس عن طريق حمزة إدريس. حصل تغيير دخل 2 أسامة عبد الله مكان احمد مرسال. تغيير 78 79 80 83 و88 وكأس ولي العهد ايضا 5 مرات. كأس الاتحاد السعودي 3 مرات لكرة القدم بالاضافة للعديد من البطولات التنشيطية التي يقرها الاتحاد السعودي. وفي هذه اللحظات يطلق الحكم الدولي جمال غندور صافرة النهاية بفوز الاتحاد ب6 أهداف. التحدي الليبي لا شيء. وفي هذه اللحظات ننتقل بكم الى استديو التحليل مع الزملاء هناك وهذه اجمل تحية من زميلي اشرف شاكر ومني عدنان حمد. فالى استديو التحليل مع الاستاذ علي داود.